نشرة أخبار الظهيرة من ميديان تيفي بطنجة. أهلا بكم وفي أبرز عناوينها: مسيرة في العاصمة المغربية الرباط تضامنا مع الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر. اشتباكات عنيفة في محيط مطار إدلب العسكري وقصف متواصل في حمص وريف دمشق. والأسد يتحدث عن حسم قريب للمعركة ضد المعارضة المسلحة. ميت رومني يفوز رسميا بترشيح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. البداية من المغرب، حيث شارك في العاصمة المغربية الرباط حوالي 500 طفل في مسيرة جابت شوارع المدينة للتضامن مع الأطفال المتواجدين بتندوف جنوب غرب الجزائر. وقد طالب المشاركون في المسيرة التي نظمتها جمعيات حقوقية طلبوا بفك الحصار المفروض على ساكنة المخيمات وتمكينهم من العودة إلى الوطن الأم. تقرير مريم تسوري. رفقة أولياء أمورهم شارك حوالي 500 طفل في مسيرة جابت شوارع العاصمة الرباط. تظاهرة الغاية منها التضامن مع الأطفال المتواجدين بتندوف جنوب غرب الجزائر والمطالبة بفك الحصار المفروض على ساكنة المخيمات. موعد دعت إليه تنظيمات عديدة من بينها الحركة الدولية لدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. هذه التظاهرة هي لأطفال المغرب العربي، من خلالها يوجهون رسالة إلى قادتهم للائتلاف والتوحيد. لماذا؟ لأن مستقبل هذه الأطفال بيد هؤلاء القادة، يقولون لهم مستقبلنا بين أيديكم. وأطفال المملكة المغربية يوجهون نداء كذلك إلى الأمم المتحدة وإلى الجزائر لكي يلتحق بهم إخوانهم ويحضنونهم في وطنهم الأم. La région de Lyon, je suis né en France, mais je suis marocain avant tout. أنا أعيش بمدينة ليون، ولدت بفرنسا لكنني قبل كل شيء مغربي ومغاربي أيضا. أتيت رفقة أطفالي لنطالب بأن يعيش كل أطفال المغرب أحرارا وأن يتمتعوا بالسلام والأمن. Libre, puissent vivre en paix, puissent aussi vivre en sécurité. الأطفال طالبوا برجوع إخوانهم وأهاليهم الرازحين تحت سلطة البوليزاريو إلى وطنهم وتمكينهم من حقوقهم في الكرامة وحقوق الإنسان. فهؤلاء الصغار يأملون في طي هذه الصفحة الأليمة التي استمرت لسنوات طوال. بصفتنا أطفال المغرب جينا باش نوضعوا حد لهذه الجرائم المرتكبة في حق أقراننا، وباش توضع الأمم المتحدة وجهازها الحامل للطفولة أمام مسؤوليتهما، ونحثهم على التدخل الفوري والعاجل لإنهاء هذه المأساة المنافية لكل الشرائع والقوانين والأعراف. الحدث عرف تنظيم احتفال بذكرى الميلاد الثانية لمريم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وذلك تضامنا مع محنة الأسرة المتواجدة بالمخيمات والمحرومة من معيلها المقيد بقوانين المفوضية العليا للاجئين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. اختتم وفد من مؤسسة روبرت كينيدي الحقوقية أمس زيارته إلى الرباط بالتباحث مع مسؤولين مغاربة في وضع حقوق الإنسان بالصحراء قبل التوجه إلى مخيمات تندوف. وقد أجرت المؤسسة محادثات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تمحورت حول مواضيع تهم حصيلة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحق التظاهر بمدينة العيون وتأسيس الجمعيات بالصحراء. المملكة على كافة رصيدها سيما منها المجال الحقوقي والاقتصادي. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا مباشرة من الرباط عبر الهاتف السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. سيد اليزمي، إذا ما هي أهم النقاط أو هل من تفاصيل أكثر حول أهم النقاط التي تمت مناقشتها خلال اللقاء مع وفد مؤسسة روبرت كينيدي؟ يعني لقد تم استقبال هذا الوفد
البارحه يعني، وكان النقاش حول اولا حصيله عمل هيئه الانصاف والمصالحه ومسلسل جبر الاضرار على المستوى الوطني، ولكن بالاساس في الاقاليم الجنوبيه، حيث تم تقديم هذه الحصيله بالارقام يعني الدقيقه. كان هنالك نقاش على الضمانات القانونيه المتعلقه في المغرب بحريه تاسيس الجمعيات والحق في الاحتجاج السلمي، وكذلك تسيير المقاربه المجلس الوطني واللجان الجهويه ديالو في العيون وفي الصواره والداخله، يعني اللي متفتحه على كل وجهات النظر. كذلك اكدنا على ان فتره هذه الزياره جد قصيره، يعني لا تسمح باطلاع دقيق على كل الديناميات المغربيه، ولهذا تم دعوه المؤسسه روبرت كينيدي للمشاركه في عده ورشات وندوات سينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان خلال الشهور المقبله، مثل ندوه حول التدبير السلمي للحق الاحتجاج، او مثلا ندوه حصيله عمل الانصاف والمصالحه التي سيتم كذلك تنظيمها في اواخر شهر ديسمبر 2012. نعم سيدي. زياره يعني نعم، رغم أن هذا اللقاء كان قصيرا كما ذكرتم، هل لمستم تجاوبا إيجابيا من طرف الوفد مع التطورات في مجال حقوق الإنسان التي يعرفها المغرب وخاصة في الأقاليم الجنوبية؟ يعني قبل زيارة المجلس الوطني في الرباط كان هنالك لقاء يوم الجمعة مع اللجنة الجهوية في العيون مع المدير والتنفيذي ورئيس هذه اللجنة. كان هنالك تقديم يعني لكل عمل هذه اللجنة الجهوية اللي تتشكل في وجهة نظرنا وجهة نظر المغرب وسيلة انتصاف ولجنة الشغل على القرب في ميدان حقوق الإنسان. وكان حسب ما علمي أنه كان تجاوب بحيث أنه الوفد بنفسه تلقائيا طلب خلال لقاء مع بعض المستشارين مساندة عمل اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن يعني أظن هنالك بداية تفهم للمسار المغربي، ولكن لابد من عمل أكثر وقدرة على الإقناع أقوى تجاه هذه المؤسسة وتجاه عدة فاعلين على المستوى الدولي. نعم سيد إدريس، على هامش هذه الزيارة عبرت العديد من الجمعيات بالصحراء عن قلقها وامتعاضها من إقصائها خلال اللقاءات التي عقدتها المؤسسة الأمريكية. ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ أنا بصراحة أتفهم هذا النوع من ردود الفعل ديال المجتمع المدني المغربي خصوصا في الأقاليم الجنوبية، ولكن أظن في نفس الوقت أنه الرهان الأساسي هو قدرتنا على الإقناع على المستوى الدولي، قدرتنا على تسيير الديناميات المتعدده المغربيه في كل الميادين، مسلسل الاصلاحات يعني المستمر في المغرب. يعني المغرب انخرط يعني بطواعيه في ميدان حقوق الانسان، اذا لابد من التعامل والتفاعل يعني مع كل المنظمات الدوليه الغير الحكوميه وكل اليات الامم المتحده. يعني بعد اسبوعين سيكون هنالك يعني السيد المقرر الخاص للامم المتحده تعذيب، سنتعامل معه بكل يعني طمأنينة، نعم، بكل يعني صراحة وشفافية. نعم سيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أن المغرب تصرف على درجة من السلوك الحضاري على الرغم من معرفة وجهة نظر مؤسسة روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان التي تنازع في الوحدة الترابية للمملكة. وأعرب الوزير في تصريح لصحيفة الاتحاد الاشتراكي نشرته في عددها الصادر اليوم، أعرب عن أمله في أن تكون الزيارة التي تقوم بها المؤسسة للمغرب ولمخيمات تندوف فرصة للوقوف على الخروقات التي يتعرض لها اللاجئون في هذه المخيمات، مبرزا أن غالبية أبناء الصحراء المغربية متشبثون بمغربيتهم على حد قوله.